بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وفيديو جديد هنتكلم عن مباراة منتخب مصر وزيمبابوي اللي هتتلعب النهاردة، واولى مباريات منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية. مباراة هتتلعب الساعة 10، مباراة ما نقدرش نقول عليها ان هي صعبة على منتخب مصر، لان في الطبيعي ان منتخب مصر اقوى من منتخب زيمبابوي. وفي نفس الوقت منتخب زيمبابوي هو اسهل خصم بالنسبة لمنتخب مصر في المجموعة، لان احنا في المباراة التانية اللي هنلعبوها يوم الجمعة بإذن الله هتبقى قدام منتخب أنجولا، وهو خصم أصعب من منتخب زيمبابوي. وفي المباراة الثالثة هنلاعب جنوب أفريقيا، وهو خصم أصعب من أنجولا ومن زيمبابوي. فإن شاء الله تبقى بداية مبشرة لمنتخب مصر، وتبقى بداية الطريق للتامنة بإذن الله. قبل ما نتكلم على المنتخب والتشكيل المتوقع بالنسبة للكابتن حسام حسن وتصريحاته امبارح قبل اللقاء، وتصريحات محمود حسن تريزيجيه اللي كلها مبشرة بالنسبة لمعسكر المنتخب، في كلمتين عاوز اقولهم على ماتش الزمالك وحرس الحدود اللي اتلعب اول امبارح في كاس الرابطة. مبدئيا بطولة الرابطة دي انا بحس ان هي بطولة مملة وماتشاتها كده غريبة، وان مفيش حد بشوفه بيحب الماتشات دي او بيحب بطولة كاس الرابطة عموما. على الرغم ان انا لسه عند كلامي ان نادي الزمالك محتاج بطولة كاس الرابطة، لان انا كنادي الزمالك انا مش كل سنة بحقق 3 4 بطولات عشان استقل ببطولة زي دي. لا، انا محتاجها بطولة تضاف في تاريخي، بطولة ممكن تساعدني ان انا العب سوبر مصري في الوقت اللي انا ممكن ما انافسش فيه على بطولة الدوري او حتى على بطولة الكاس، وممكن ما اروحش كارت ذهبي، ومش لازم اعتمد كل موسم انا ما اخدش فيه بطولات ان انا اروح بالكارت الذهبي. بس بطولة انا شايف ان الزمالك لازم يلعب عليها وياخدها في ظل الظروف اللي الاهلي وبيراميدز فيها، وان هم داخلين البطولة مش في دماغهم، لان هم معتمدين على بطولة الدوري المصري وعلى بطولة افريقيا زي بطولة الكاس. اللي بشوف ان الاهلي بيركز اكتر على الدوري وافريقيا، وبيراميدز ابتدى في السكة دي اللي هو يركز على الدوري، لان هو كان شايف ان الموسم اللي فات كان قريب قوي من ان هو يحصل على بطولة الدوري، بخلاف بقى القصة بتاعت الثلاث نقط وانسحاب الاهلي امام الزمالك. وفي نفس الوقت ده فريق اخد افريقيا وفريق اخد سوبر افريقي، فاعتقد ان طموحه بيزيد وان هو هيركز على بطولة الدوري ودوري ابطال افريقيا. فانا اتمنى الزمالك يحقق اللقب ده، وانا ما بشوفش ان هي بطولة يعني مش مهم الزمالك ياخدها. لا، انا مش كل موسم يا جماعة باخد 3 4 بطولات عشان اجي استقل ببطولة زي دي. بس هي عامة بطولة مملة وماتشاتها كده مملة، حتى بما فيهم الاهلي والزمالك، حتى بالكامل الكواليتي بتاعهم لما بيلعبوا الفريق الاساسي وكل حاجة، بتحس ان الكرة غريبة. بغض النظر عن ان الدوري المصري اصلا او الكرة المصرية عموما بقت كرة غريبة، وان احنا لما رجعنا من بطولة كاس العرب وشفنا الاجواء والمنتخبات اللي بتأدي على اعلى مستوى، والكرة الحديثة اللي بقت بتتطور في كل الوطن العربي، لما بتيجي تشوف الدوري المصري او الكرة المصرية انت بتحس بكرشة نفس كده، بتحس بخنقة اللي هو انت مش عايز تتابع الكرة المصرية. بس للأسف احنا ما نقدرش يعني نعيش من غيرها. فالزمالك بيكسب في تاني جولة ليه في كأس الرابطة، بيكسب حرس الحدود 2-1. هدف عمرو نصر الاولاني في اول ربع ساعه، اسيست خوان الفينا. والتعادل كان في الشوط الاولاني من حرس الحدود، وهدف في الدقيقه 97 من ناصر منسي. ناصر منسي اللي بشوفه اخر سنتين هو منقذ الزمالك الاول، اللي الاداره في وقت من الاوقات بتطالب برحيله ان هو يمشي. لان انا بشوف يعني احنا ما عندناش يعني مهاجمين جامدين قوي، احنا ما عندناش كريم بنزيما ولا رونالدو الظاهره عشان خاطر نقول ان ناصر منسي يمشي. انا عندي عادي عمرو ناصر وعدي الدباغ والجزيري واحمد شريف. فناصر منسي انا ما اتمناش ان هو يمشي. الراجل ده يمكن سجل جون من يعني من اغلى الاهداف اللي في تاريخ نادي الزمالك، طبعا جون التعادل قدام الاهلي في السوبر الافريقي. فانا اتمنى ان ناصر منسي يكمل الماتش. اللي انا شفته ايجابيات لنادي الزمالك في ماتش زي ده، اولا انس وائل ده لاعب شاب نادي الزمالك في فريق نادي الزمالك للشباب، بيتصعد مع كابتن احمد عبد الرؤوف، بياخد اخر 10 دقايق او ربع ساعه بينزل، ليه شكل وليه اداء وليه شخصيه في الملعب، لعيب حريف ولعيب مهاري ولعيب بيلعب برجليه الشمال. فدي كانت من ضمن الايجابيات. زائد عمرو ناصر اللي بيسجل لتاني مره هدف برضه بصناعه خوان الفينا. بس عمرو ناصر انا بس نفسي اساله سؤال، هو انت لو سألت اي مهاجم في الدنيا ايه اللي انت بتحبه يقول لك الانفرادات. انا بحب الانفراد مني للجون واعرف ان انا اسجل هدف. اول مرة اشوف مهاجم بيخاف من الانفرادات هو عمرو ناصر. شفت في ماتش الاهلي في السوبر المصري، شفت في ماتش الحرس، شفت في ماتش كهربة الاسماعيلية. ليه عمرو ناصر طول ما هو وشه في الجون الكرة بتضيع؟ فدي برضو علامة استفهام على عمرو ناصر اللي كان مع فاركو حاجة تانية. طبعا صفقات الزمالك ما فيش اي اضافة، بس يعني عمرو ناصر بيسجل، ناصر منسي بيسجل. انس وائل انا شايف ان هو يعني في ايجابيه منه. خوان الفينا، خوان الفينا وللناس اللي بتطلع بيه السما انا مش هطلع بيه السما، عمل اسيستين عادي، عادي جدا.
فاول على حدود 18 بيتعمل عرضيه، كورنر بيترفع، بيتعمل اسيست، فعادي يعني ما عملش حاجه. لكن انا مش هفضل كل ماتش خوان الفينا عاوز يشمس ويعمل كباري والكره تتقطع منه. خوان الفينا اللي بيروح بانفراد ما بيعرفش يحط بطن رجله، الكرة بتضيع. فلا يعني انا مش شايف ان اخوان الفينا مفيد لنادي الزمالك. انا مش بتاع الهيصه وبتاع اوه الكوبري ده جميل لا، ما انا عايز كوره برضو. احنا بنحب المتعه وبنحب الكره الحلوه بس لما تكون ايجابيه. انا هعمل ايه بمهاره اخوان الفينا وهو ما بيفيدش الفريق جماعي؟ فالزمالك عموما ماشي الحال ان انت تكسب لتاني ماتش. انا بالنسبه لي اتمنى الزمالك ياخد البطوله دي، وانا فرحت لما الزمالك كسب. انا بطوله زي دي بالنسبه لي انا يعني اللي شخصيا، انا بالنسبه لي البطوله دي مهمه. انا مش كل موسم هرجع اقول لتالت مره، انا مش كل موسم باخد 3 4 بطولات عشان اجي اتعوج او اتنك على بطوله كاس الرابطه. لا انا محتاجها. المهم يعني الف مبروك لنادي الزمالك وجمهور الزمالك على الثلاثه بونت اللي انا برضو هفضل عند كلامي. انا عاوز الزمالك ياخد كاس الرابطه. بعد المباراه كان في سلبية بالنسبة لي من كابتن عبد الناصر محمد، يعني تصريح ليه انا مش حابب ان انا اعديه. ان هو بيقول المنظومة كلها ضد الزمالك وكفاية ان المنظومة سحبت ارض اكتوبر. اول حاجة منظومة الكورة ملهاش علاقة بارض اكتوبر يا كابتن عبد الناصر. ليك طبعا كل الاحترام والتقدير وحضرتك شخص محترم وكل جمهور الزمالك بيحبك من ساعة ما انت جيت النادي. مش المنظومة اللي سحبت أرض أكتوبر. اللي سحب أرض أكتوبر دي الدولة، والأوراق النهاردة في النيابة العامة والزمالك واتهام مجلس الإدارة بالقضية بتاعت 780 مليون ودي أموال عامة وجهات حكومية والكلام. الموضوع ده كبير قوي. الموضوع أكبر من منظومة الكورة وأكبر من اتحاد الكورة. فحضرتك بتقول التصريح وعكسه منظومة ضد نادي الزمالك، فانت هنا تقصد منظومة اتحاد الكورة او يعني عموما وزير الشباب والرياضة. لكن ارض اكتوبر دي قصة تانية لان دي تخص النيابة العامة ودي قصة تخص البلد. فقصة المنظومة لا، هي المنظومة مش ضد نادي الزمالك. اولا رئيس نادي الزمالك او بلاش رئيس النادي، رؤساء نادي الزمالك على مدار ال20 سنة هم ضد نادي الزمالك. ابناء نادي الزمالك هم ضد نادي الزمالك. كل المدربين اللي جت الزمالك ضد الزمالك، اللعيبه اللي بتلعب في الزمالك ضد الزمالك، كل حاجه داخل الزمالك يا كابتن عبد الناصر هي ضد الزمالك. الحاجه الوحيده اللي تخص اسم نادي الزمالك ومش ضده هو جمهور نادي الزمالك. كل الناس يا كابتن عبد الناصر ضد نادي الزمالك. اللي بيحصل في الزمالك ده مش من المنظومه ولا من الدوله، اللي بيحصل في نادي الزمالك ده من داخل نادي الزمالك. من داخل نادي الزمالك يعني انت بتجيب رؤساء انديه باعضاء مجلس الاداره على جميع المجالس، بتتكلم في ولاد النادي اللي دمروا النادي وخربوا النادي وان محدش استفاد من مجلس اداره نادي الزمالك باي شيء. ارض اكتوبر اللي انت زعلان بتقول عليها ان هي اتسحبت دي موجوده من سنه 2002، 23 سنه محدش عمل فيها حاجه. فيا كابتن عبد الناصر مع احترامي لحضرتك يعني تصريح مش موفق ان انت تقول المنظومه ضد الزمالك بدل ما تقول ان اللي جوه الزمالك هم ضد الزمالك قبل المنظومه. حتى لو المنظومه في بعض الاوقات بتبقى ضد الزمالك بس السبب الرئيسي اللي بيهد كيان الزمالك هو من داخل نادي الزمالك. فنقفل قصه الزمالك ودولت كلمتين كنت عاوز اتكلم فيهم على ماتش الحرس والتصريح بتاع كابتن عبد الناصر محمد. نيجي للاهم بقى، منتخب مصر ومباراته الافتتاحيه امام منتخب زيمبابوي. على الورق وفي الطبيعي منتخب مصر يكسب 3-4، بس احنا دايما بنخاف من السهل. يعني منتخب مصر طول ما هو نازل بأريحية احنا ممكن نخسر ونتعادل، لكن طول ما منتخب مصر مضغوط احنا بنعرف نطلع الكرة اللي عندنا. مبدئيا 2006 2008 2010 انا هتكلم على الثلاث بطولات اللي انا كنت واعي ليهم وحضرتهم. ولا بطولة من الثلاثة دول كان منتخب مصر مرشح اول للبطولة. 2006 كانت في مصر وما كانش فيه تخطيط وكان كابتن حسن شحاتة جاي مؤقت. كل المنتخبات كان يعني بالاخص الكوديفوار والكاميرون وغانا، كوديفوار وكاميرون والسنغال الثلاث منتخبات كانوا مرشحين اوائل ان هم ياخدوا البطوله. احنا كسبنا الكوديفوار في دور المجموعات وكسبناهم في النهائي، وكسبنا منتخب السنغال قبل النهائي، وكان لا قدر الله ضربة الجزاء الكرة بتاعت ابراهيم سعيد لو كانت اتحسبت كنا ممكن ان احنا نخسر. ودي طبعا ماتش الواقعة الشهيرة بتاعت ميدو وكابتن حسن شحاتة وعمرو زكي مهاجم انبي بينزل يسجل الجون الثاني. فاحنا في 2006 ما كناش مرشحين. 2008 كنا منتخب قوي قوي ويمكن اقوى منتخب في الثلاث بطولات، بس برضو كان الكوت ديفوار منتخب عالي هو والكاميرون. بس احنا دبنا الكاميرون 4 ودبنا الكوت ديفوار 4 وفي النهائي كسبنا الكاميرون بالجون بتاع ابو تريكة سونج وزدان.
2010 انت ما كنتش مرشح على الورق بقى، انت ما كنتش مرشح فعلا، يمكن اكتر من 2006 و2008. كان عمرو زكي مش موجود، وكان ابو تريكة مش موجود، وكان عندنا غيابات كتير، وكان شوقي مش موجود، وكان ميدو مش موجود، وكان في اختلاف، وكان جده لسه رايح المنتخب، وكان عبد الشافي بينضم، وكان حسام غالي بينضم من جديد، فكانت المنتخب مش احسن حاجة، بس قدرنا ان احنا نحقق البطولة. فانا متفائل ان منتخب مصر طول ما الناس او خصوصا عندنا في مصر بتقول ان المنتخب وحش ومش مرشح، اتاكد ان المنتخب هيعمل حاجه في البطوله دي. والاجواء بتاعت كابتن حسام حسن وان هو لامم اللعيبه حوالين منه، واحنا بنشوف طبعا الفيديوهات بتاعت التمرين والصور والمعسكر، تحس ان اللعيبه قريبه من بعض، ومحمد صلاح ابتدى اللي هو يلم اللعيبه، لان بطوله زي دي مهمه لمحمد صلاح ومهمه لتريزيجيه. تريزيجيه وصلاح خامس بطولة افريقيا يلعبوها، زائد ان الاتنين دولت بالذات لعبوا اتنين نهائي افريقيا، لعبوا نهائي 2017 ولعبوا نهائي 21، يمكن صلاح وتريزيجيه بس، لان معظم بقى اللعيبه لعبت نهائي 21. فصلاح وتريزيجيه هم اللي لعبوا نهائي 2017 مع هيكتور كوبر، خسروا نهائي اولاني ونهائي تاني. فالنهارده على ما يعني على ما اعتقد ان دي اخر بطولة افريقيا ممكن صلاح وتريزيجيه يشاركوا فيها، او اللي قبل الاخيرة. يعني لو في 27 مثلا صلاح هيبقى عنده 35 سنة، وتريزيجيه نفس الكلام، فممكن ان هم يشاركوا، بس ده الوقت اللي هم بالفورمة بتاعتهم يقدروا ان هم يحققوا البطولة دي، هم محتاجينها. كابتن حسام حسن محتاج ان هو يحقق اللقب ده، هيبقى تاني مدرب مصري يحقق اللقب لاعب ومدرب بعد كابتن محمود الجوهري. فأجواء منتخب مصر هي مبشرة. ماتش زيمبابوي هو مش صعب، بس احنا ممكن نصعبه على نفسينا لو احنا نزلنا المباراة حبينا ان احنا بص. كده كده منتخب زيمبابوي بيلعب بخطة 4-3-3 دي في الحالة الهجومية، بس منتخب زيمبابوي عمره ما هيهاجم منتخب مصر، فهتلاقيه واقف في الحالة الدفاعية 5-4-1، يعني انت هتلاقي 9 لعيبة تحت الكورة، او 10 لعيبه طبعا، بس هيبقى فيه مهاجم هو اللي متقدم، فانت هتبقى فيه 9 لعيبه تحت الكوره. احنا دايما في منتخب مصر عندنا مشكله مع التكتلات الدفاعيه، ما بنعرفش نفكها، احنا ما عندناش اللعيب الحريف او اللعيب المهاري اللي يقدر يصنع الفرق. يمكن انا متفائل شويه بوجود امام عاشور، ده اللعيب الوحيد اللي عنده القدره ان هو يضرب اي خط ظهر، سواء بتسديده سواء باسيست، لان ده اللعيب الوحيد اللي ممكن من الثلاثه بتوع نص الملعب يعرف يروح واحد على واحد. زيزو ضعيف فيها شويه، تريزيجيه نفس الكلام، مروان عطيه اكيد هيبقى 6 ارتكاز وواقف، فامام عاشور انا يمكن متفائل بيه شويه. فتسع لعيبه تحت الكوره، كل الماتشات اللي شفناها مع منتخب مصر كان سواء ماتش اثيوبيا ماتش جيبوتي اللي انا فاكرهم، لما بتلاقي الفريق كله نازل لك تحت الكوره، احنا بيبقى عندنا عجز غير طبيعي في ان احنا نصنع فرص. فالحارس بتاع منتخب زيمبابوي مش ضعيف، فانا اتمنى زيزو وامام ومروان عطيه الثلاثه رجليهم قويه، زائد تريزيجيه لما نيجي نتكلم في التشكيل، انا اتمنى ان هو ما يبداش ويبقى ورقه بديله كابتن حسام حسن يشوط. مرموش رجليه قويه وكويسه على الجون شوط، مصطفى نفس الكلام، صلاح نفس الكلام. شفت كام فيديو يعني من تصفيات كاس العالم لمنتخب زيمبابوي، انا شايف ان هو منتخب والله العظيم في المتناول، احنا ممكن نكسب 3 4 وبسهوله، بس احنا نبقى متحضرين كويس ان احنا نعمل ماتش كبير، وان احنا ما ناخدش الرهبه بتاعت بدايه الماتش، وان الدنيا في مصر مش احسن حاجه، وان الجمهور غضبان من بطوله كاس العرب، فالناس هتبقى مضغوطه، خايفين لا نخسر، خايفين لا نقدم اداء وحش، فالجمهور يطلع يقول لك ده منتخب مصر الاول اهو زي الزفت، زيه زي منتخب مصر المحلين. فالاجواء اللي هتبقى ضغطة منتخب مصر مع كابتن حسام حسن واللعيبه دي هتبقى بسبب الجمهور المصري. فانا اتمنى كابتن حسام يقدر ان هو يشتغل نفسيا مع اللعيبه، يأهلهم كويس ان هم ينزلوا الماتش ما يقلقوش من اي شيء، وان هو يبقى عنده خطه يقدر ان هو يفك التكتلات الدفاعيه بتاعت منتخب زيمبابوي. في الطبيعي المنتخب زيمبابوي هينزل يحط لك العشر لعيبه وهيرص الاتوبيس زي ما كابتن علاء عبد العال بيعمل كده مع غزل المحله، يرص الاتوبيس يا باشا، وتعرف تهاجم هاجمني. فاتمنى ان لعيبه منتخب مصر يبقى عندها حلول، ان شاء الله خير. الواحد يعني انا فرحان ان منتخب مصر هيلعب، انا مبسوط وحاسس ان البطوله دي ممكن منتخب مصر يقدر ان هو يحققها. وزي ما شفنا ماتش المغرب كده امبارح ما كانش احسن حاجه، بس المنتخب اللي بيبتدي البطوله مش احسن حاجه، اعرف ان هو ترشح للقب، وخصوصا ان هو منتخب كبير. فمنتخب المغرب ما لعبش احسن كوره امبارح ولا احسن اداء، وكسب 2-0، بس ما الجمهور المغربي ما كانش راضي عن الماتش. فممكن منتخب مصر النهارده يعمل ماتش يكسب، بس الاداء وحش مش عاجبنا،
فالناس تفرح بالمكسب. ما اتمناش ان الناس تطلع تهاجم بقى في كابتن حسام حسن وتهاجم في صلاح واللعيبه. لا، عادي. عادي، البطوله هي اللي بتولد البطل. عمر البطل ما بيجي من قبل البطوله هو مكتسح الدنيا. وزي ما بقول لك، انا اتكلمت على الثلاث بطولات اللي انا حضرتهم: 6 8 10. اقسم بالله منتخب مصر ما كان مرشح ولا بطوله. والكلام ده بشهاده اللعيبه اللي كانت في المنتخب، بكلام ابو تريكه، بكلام الحضري، بكلام احمد حسن، بكلام عمرو زكي، بكلام متعب. كل الناس دي لما تيجي تتكلم على منتخب مصر يقول لك احنا ما كناش مرشحين للبطوله، احنا رايحين البطوله اخرنا قبل نهائي ان شاء الله خير، نلعب نهائي. لكن احنا في الثلاث بطولات اخدناهم ليه؟ بنبتدي البطوله مش احسن حاجه، بس بنقدر ان احنا نختم كويس ونحقق اللقب. فكل التوفيق لمنتخب مصر والكابتن حسام حسن، اللي اتمنى يحققوا مكسب كبير النهارده، تدي كده يعني جرس انذار لكل المنتخبات اللي موجوده في البطوله، اللي منتخب مصر جاي يلعب على اللقب. وان شاء الله بدايه من ماتش زيمبابوي نبتدي نمشي نحو اللقب الثامن لمنتخب مصر. ومنتخب مصر صاحب الرقم القياسي الاول طبعا بسبع بطولات، وانجاز تاريخي ما اتحققش في افريقيا، ثلاث بطولات ورا بعض 6 و8 و10. فان شاء الله كابتن حسام حسن يبقى يحقق الثامنه لمنتخب مصر، ويبقى كده حققها مدرب زي ما حققه وهو لاعب. تشكيل منتخب مصر اللي من وجهة نظري هيبقى مختلف تماما عن اللي كابتن حسام حسن هيبدأ بيه. بس انا هتكلم على تشكيل كابتن حسام حسن واللي انا اتوقع كابتن حسام حسن يبدأ بيه. في حراسة المرمى محمد الشناوي لا خلاف عليه طبعا، لان مصطفى شوبير خلاص هو مش هيقف، فمحمد الشناوي هيبقى حارس مرمى منتخب مصر. عكس رأيي، انا ما كنتش اتمنى محمد الشناوي، بس زي ما بقول لك انا تشكيلي هيبقى مختلف خالص عن كابتن حسام حسن. فانا هتوقع التشكيل اللي كابتن حسام حسن ممكن يبدأ بيه اول ماتش اللي هو ماتش زيمبابوي. في حراسة المرمى هيبقى محمد الشناوي، على اليمين محمد هاني، وعلى الشمال احمد فتوح. واحمد فتوح غير محمد حمدي لان هو عاوز يهاجم، فهيضطر يحط باك بيهاجم، ومحمد هاني عندك باك بيدافع. فانت ممكن لو منتخب زيمبابوي لعب عليك في الهجمات المرتده، محمد هاني هو اللي هيبقى متاخر، وفتوح هو اللي بيكمل وهيعمل جبهه قويه قوي مع عمر مرموش. منتخب زيمبابوي بيدافع ب 4-3-3، بيدافع ب 4-5-1، ولما بيجي يهاجم بيلعب طبعا 4-3-3، وهو دايما بيلعب على التحولات الهجوميه على الجناحين ومركز 10 والمهاجم. يعني هو بيطلع في المرتده باربع لعيبه وبيحاول يامن بسته، بحيث ان منتخب مصر لو استرد الكوره باسرع طريقه ورجع يبقى هو مامن نفسه دفاعيا. فنرجع تاني للتشكيل: في حراسة المرمى محمد الشناوي، على اليمين محمد هاني، وعلى الشمال احمد فتوح. رامي ربيعة وياسر ابراهيم، انا على ما اعتقد كابتن حسام حسن هيبدأ بيهم. واتمنى ان هو يبدأ، او اعتقد برضو ان هو هيبدأ بمروان عطية، وقدام منه امام عاشور وزيزو. وعلى اليمين محمد صلاح، وعلى الشمال مرموش، وقدام مصطفى محمد. تريزيجيه انا بالنسبه لي على مدار مشواره مع منتخب مصر طول ما هو بديل بيبقى احسن بكتير من ان هو يلعب اساسي. فانا شايف ان تريزيجيه ورقه رابحه وكبيره قوي مع كابتن حسام حسن تفضل جنبه للشوط الثاني. سواء انت تاخرت في الهدف فالدنيا هتبقى متدربكه عندك والبدني هيقع، فتريزيجيه ينزل يفوق الدنيا. لعيب راجل، ولعيب عنده كرة عاليه وحماس، وقادر ان هو يروح يعدي من واحد والتاني، يقدر يشوط، يقدر يعمل فاولات كويسه. تريزيجيه لعيب كبير، بس انا بحتاجه دايما في الشوط الثاني. محمد حمدي لو منتخب مصر كسبان ومتقدم في النتيجه هدف الثاني الثالث، ساعتها نقدر ان احنا نطلع فتوح وننزل محمد حمدي، لان ساعتها تبقى المنتخب تعب، فهيحب ان هو يامن خط الظهر بتاعه، فهيامنه بمحمد حمدي مش باحمد فتوح. احمد فتوح مع عمر مرموش هيعملوا جبهه قويه. محمد هاني مع محمد صلاح اللي دايما هتلاقيه في ماتش النهارده بيدخل لجوه، وزيزو هو اللي بيطلع على الطرف بيبدل الاماكن معاه، لان زيزو بيعرف يعمل جبهه كويسه مع محمد هاني. فان شاء الله ده يكون التشكيل اللي بالنسبه لي اتمنى كابتن حسام حسن يبدا بيه، خصوصا امام عاشور. ما اتمناش ان كابتن حسام حسن يريح امام عاشور عشان خاطر يبدا بتريزيجيه وسيسو، تريزيجيه وزيزو اتنين تمانيتين قدام مروان عطيه. فكل التوفيق لمنتخب مصر، وان شاء الله منتخب مصر يعني يفرحنا كده بالليل النهارده وكلنا ننام مبسوطين بفوز منتخب مصر على منتخب زيمبابوي. اسف لو طولت عليك، وده كان فيديو النهارده. سلام عليكم.